يا مساء الفل، ازيكم؟ احنا بنحاول على مدار كل الحلقات اللي فاتت ان احنا نحاول نجيب شويه كلام تكنيكال عن التالنت اكوزيشن، عن الريكروتمنت، عن التالنت مانجمنت ات لارج. بس كل مره بنحاول نجيب لكم تكنيكال كونتنت يكون شويه مختلف. والنهارده هنتكلم عن توبيك انا بيرسونلي من اول يعني من النادي ان انا اسمع التوبيك ده وان حد يقدر يتكلم فيه بالدبث. النهارده هنتكلم عن الامباثي ان ريكروتمنت. بس الحلقه مش بس مميزه عشان الكونتنت او التوبيك مختلف، لكن ضيفتي النهارده I know her personally for the past like 8 to 9 years. احنا ما تقابلناش، هو يعني يمكن تقابلنا راندملي لكن عارفين بعض كتير على السوشيال ميديا. انا بتابعها personally on LinkedIn من سنين. انا كنت بقولها كده قبل ما نطلع الحلقه، dedication غريب قوي قوي انه ازاي to share content a lot لل HR وللتالنت بشكل عام. وده من الحاجات اللي خليتها النهارده واحده من السليبرتيز في مجال الاتش ار if I may say this. فالنهارده منوراني ومشرفاني ياسمين الشيخ، جنرال مانجر فور كوربريت تالنت اكوزيشن عبد اللطيف جميل. هنسمع منها جنرال مانجر وكوربريت تالنت، هنسمع منها كلام كتير قوي النهارده. فالنهارده منوراني ومشرفاني ياسمين الشيخ. ياسمين ازيك؟ ايه رايك في انا روحت خلاص. عامله ايه؟ لا بجد بجد اتس ا بليجر. انا كنت عايز اقول لك ده لايف انه انا بالنسبه لي الحلقه دي من الحلقات اللي انا بيرسونلي مستنيها. انا كتير ببقى اكتر حد مستمتع لان انا ببقى قاعد بقى فيس تو فيس مع الجاست وبسمع كونتنت مختلف، وانا منتظر اسمع منك النهارده كتير. حاطط عليكي بريشر يا شويه صغيرين بس لا انا سيريس نوت. انا بجد مبسوطه قوي من for many reasons. اولا زي ما انت قلت احنا متابعين بعض على السوشيال ميديا, we know of each other, ف I'm one of your fans for what you've been doing and كل المساعده اللي انت بتعملها. ولو هتتكلم عن الباشن والديديكيشن goes both ways يعني we've been through it for so many years, ف thank you for لا بجد منوراني يا ياسمين. خلينا نبدا الاول بياسمين. the person story في ياسمين. عملتي ايه بقى انه وصلنا هنا ازاي؟ قليل قوي لما تلاقي حد بيقول لك انا اخترت ادخل اتش ار. طبعا انت اخترتي. انا اخترت ادخل اتش ار. هقول لك ايه اللي حصل. انا دارسه ماركتنج اوكي, وطول عمري I'm this girl with a plan. انا عارفه انا هعمل ايه. كنت دارسه اي جي, مخلصه عارفه ان انا هدخل اي يو سي, هدرس بزنس ماركتنج, هتخرج هشتغل في ادفرتايزنج. that's my plan. نايس. and it happened. خرجت اي جي, دخلت اي يو سي, دخلت ماركتنج, اتخرجت وانا بتخرج I had my first job in an advertising agency. نايس. فخلاص انت ماشي باي ذا بوك كل حاجه. لا وشابو يعني حاطه بلان وماشي عليها. وده كان اول درس في حياتي. اوكي. اقول لك بقى, لما اشتغلت في ادفرتايزنج حسيت انه this is not me. انا مش مبسوطه, انا actually تعيسه. وقعدت 6 شهور في اول agency and then I got another offer from one of the biggest agencies في مصر. فكان بدأ يبقى فيه career path. انا داخله بقى وهتعمق في الادفرتايزنج. قعدت بالظبط يا اكرم 29 يوم. وبحب احكي القصه دي عشان دي اول واخر مره اعملها. I did not show up the 30th day. I did not even tell them ان انا مش جايه. انا مش قادره اتواصل معاكم anymore. انا واحده عارفه من وانا صغيره ان انا extrovert وبتكلم مع الناس. انا كنت بروح المكتب قاعده في حالي. I don't even know اسامي التيم من كتر ما انا كنت حاسه ان انا I'm out of place. بجد I didn't show up. كلمت بابايا قلت له انا مش رايحه المكتب وانا مسافره, انا عايزه اعمل ماسترز في HR. zero internship experience in HR, zero اي حاجه في HR. وكان ساعتها جامعتي AUC ما كانش بيدوا ولا كورس HR, فما اعرفش يعني HR literally, بس عارفه ان انا واحده بتحب الناس قوي وجوايا احساس وانتويشن بيقول لي you need to help people, او انا عايزه اعمل حاجه اعرف اساعد بيها الناس. Nice. عملت ماسترز في HR. بجد that was the decision that was 100% based on my gut feeling. انا احساسي بيقول لي ياسمين that's what you will do. يعني ان كان قبل كده كله according to plan. 100% بجد. Interesting. اتخرجت ورجعت I landed my first job in HR and that was it. لقيت نفسي. Nice. ولحد دلوقتي عشان كده بقول وقلتها في التوك حتى. Yes. I'm very very lucky الحمد لله to be working in a job that I genuinely love. دي مش حاجة الناس بيقدروا يقولوها كل يوم. صح. فاحنا بجد we're lucky to be one of those يعني.
فدي نايس نايس نايس. لا I'm surprised بالبدايه لانه هو فعلا ناس كتير دخلت اتش ار بالصدفه. كده، يس وبس النهارده انا هروح اعمل ماسترز وهرجع اشتغل في الاتش ار وانا Yes. كنت بقى حاطه بلان ماركتنج. بس يمكن this helped ان انت to be where I تبقي am today. employer 100%. branding marketing and HR. ماركتنج. Yes. بص انا دايما بقول لاي حد بيشتغل ماركت، انت بتبيع برودكت وانا ببيع employer. Yes. It's the same. Yes. It's literally the same. انت عندك Yes. strategy وانا عندي strategy. انت عندك value proposition وعندي EVP. it's the Yes. same. we do both. نايس نايس. طيب يور كارير كان فيه بقى مالتي ناشونالز Yes. وستارت ابس ولوكال كوربريتس وريجنال جاينتس واندستريز غير بعض خالص، ما بين تك وما بين ستارت ابس وما بين بقى اي كوميرس. ايه ايوه. هاو يو مانجد انه تغيير السيكتورز الكتيره والقرارات دي جت ازاي؟ IBM اوكي انا بدات ريل استيت، اوكي لوكال ريل استيت، و it was فاشتغلتي فيها اتش ار. HR بقى جنراليست، اول شغلانه لسه بقى معروف. جايه بقى ستودنت وبتاع. وكانت برضو اول درس ليا ان انا الماسترز، وده كان حاجه من الحاجات اللي انا بحب اقولها للفريش جرادويتس. دايما سؤال اشتغل الاول واعمل ماسترز ولا اعمل ماسترز واشتغل؟ ايوه. انا ما اشتغلتش وعملت ماسترز، ما فادنيش في حياتي العمليه، فادني في تكوين شخصيتي. تقصدي الماسترز ما فرقتش في البراكتيكال اكسبيرينس لكن خالص. فرقت في الشخصيه، في الشخصيه، العيشه بره، الكالتشر دايفرسيتي، Yes. كل الكلام ده. لكن كاون هاندز اكسبيرينس at the end of the day انا ما كنتش فاهمه ايه الاتش ار وانا بختار الكورسز. فالكورسز ما كانتش ريليتابل للي انا هشتغله وللريجن اللي انا هشتغل فيها. فدي كانت حاجه انا اتعلمتها. بس back to your question انا هتلاقيني لا براحتك خالص براحتك خالص انا اكسايتد كده كده هتلاقيني تمام. يعني. بس فرحت اشتغلت ريل استيت وكان جنراليست، فلفيت شويه. نايس. وده كان برضو حاجه لاكي جدا ان انا افهم ايه الانشورنس ويعني ايه البيرسونال وايه بقى الريكروتمنت وبتعملوا ايه وكده، لحد ما جالي مكالمه على لينكد ان من خلال لينكد ان في اي بي ام. نايس. واي بي ام هنا كانت بالنسبه ده لي كان باك ان 2016. اوكي. واي بي ام هنا كان بالنسبه لنا بقى طبعا بيج بلو بقى. Yes. ايه ده واو ايه اللي بيحصل. رحت اي جويند، وساعتها حتى مرتبي كان قليل قوي قوي. كان اي بي ام معروف عنهم ده كده زمان. لا كان قليل جدا. بس I remember ساعتها الجملة اللي اتقالت لي you will learn something that you will never learn outside this company. مدرسة. وتعلمت فعلا. دخلت اي بي ام قعدت 2 شهور، وساعتها برضه اي بي ام كانت سوبر فلكسبل يا اكرم. باك then 2016 ما كانش فيه فكرة الورك فروم هوم ولا الهايبريد. احنا كنا extremely flexible، كنا نروح المكتب 2 مرات في الاسبوع. نايس. اتعلمت حاجات كتير قوي. وبعد كده جات لي بقى نون. The love of my life. بجد. The love of my life. The yellow life. نون is هضحك قوي مش عارفه المفروض اقولها ولا لا، بس عارف البوي فريند that you can't get over. لا like on a serious note نون اتعلمت فيها حاجات ما اتعلمتهاش في مكان. وما اظنش ان، وعشان كده انا دايما I push everyone who speaks to me to go through the idea or the experience of a startup. فكرة انك تشمر ايديك وتشتغل حاجة مش هتتعلم. يعني اي بي ام انا اتعلمت التولز والاي تي اس والبيروقراسي والابروفل سايكل وكده. نون اتعلمت باشا اخلص شغلك get it done. شمر وانزل. شمر وانزل. شوفي بقى عايزين مناديل انزلي السوبر ماركت، عايزين مايكرويف للمكتب الجديد انزلي اعمليه. it was insane. بس it developed me and it got me to a level of maturity in my career that I think ما كنتش هوصل له من غيره. Well, I guess this is the part that you start to shine actually. 100%. Nice. اي بي ام كنت I was shining في حته معينه قوي اللي هي ال university relations. وكنت بروح جامعات، كنت بقابل graduate students عشان كنت ماسكه ال graduate program بتاع اي بي ام. Nice. فكنت عندي chance قوي ان انا اتعامل معاهم. that was the start of ايه ده، الله انا بحب اتكلم، طب يلا طب let's do that. نون بقى عشان I was in love and I was doing it out of passion. فبدأت take this back to the outside world اللي هو تعالوا اشتغلوا معانا. فبدأت أعين كل أصحابي وفاميلي and friends بجد. Yes. وبدأوا family and friends يجيبوا family and friends. It Nice. turned out to become a free chance to build
a team. Nice. Yeah. And they were giving you this space. This autonomy, this space, the trust, the responsibility that comes Nice. with it. لأنه again كان في ROI. أنت you're delivering, you're growing and you're delivering. You learn a lot through the Nice. process of growing a team. Nice. إن كان talent acquisition team أو the business team itself. Nice. Yes. And then you left and you joined بقى a smaller startup. Yes. صح كده؟ Yes. ففي فرق بقى هنا. أنا كنت في مالتي ناشونال. بعد Yes. كده رحت لنون. بعد كده رحت ستارت اب بتبدأ. Yeah. Very hard. ومش بس كان بتبدأ، كانت ستارت اب 100% local، ودي كانت أول مرة في حياتي أشتغل in a super local team. Again a learning experience. بتتعلم حاجات. Yes. وبرضو again السبب اللي خلاني أروح الستارت اب إن أنا كنت عايزة أبني وكنت عايزة أعمل success story تانية. Yes. ودايما بحس إنه أنت بتتحط في أماكن معينة at this stage معينة to learn certain things ما كنتش هتتعلمها في حتة بره. صح. فتعلمت حاجات تانية في الشركة دي بطرق مختلفة، وبعد كده بقى جت عبد اللطيف جميل. وواضح وخلينا نبدا على طول بعد اللطيف جميل. ايه التايتل؟ ما هو عبد اللطيف لانه بالنسبه للناس هو حضرتك مش احنا اخدنا تالنت اكوزيشن مانجر دايركتور. لا وبعدين الناس بيقولوا لي على لينكد ان انت جنرال ما جماعه let's tone it down. احنا زي it is exactly equivalent to head of talent acquisition. اوكي. in corporate functions. Okay. ف ALJ طبعا is huge وتحتنا a lot of companies. The corporate team leads بقى the hiring for across companies. Nice. Specific hirings طبعا يعني Okay. usually بتبقى C levels. بس it's a fully remote job فدي Nice. كانت exactly what I'm looking for الحمد لله. و diversity مش عادية يا أكرم. أنا it's a بجد بقولها دايما احنا كنا we started as a team of 5. Each one comes from a different nationality. My manager is Chinese based in China. Oh. My colleagues are based in India. منهم UK. Nice. فit's extremely diverse. It's And a so totally different is experience. Totally different experience. Totally Even different. مش في IBM كده. خالص. وكمان الكفرج بتاعت البلاد اللي انا بتعامل الماركتس اللي انا بتعلمها وبدخلها و they spend a lot of investment ان هم يعلموا ال TA team ايه ال local needs and laws and regulations of each market عشان افهم الكونتكست بتاع كل ماركت انا بعمل فيه هاير. to avoid حاجات legal. لانه في بلاد ما بتهزرش في حكايه ال discrimination, certain language, intention of hiring. فانت بجد التيمز بيحطوا وقت كتير قوي ان هم يعلمونا what's different from one country to the other. Nice. it's a learning experience, remarkable Nice. journey يعني. المشكله دلوقتي عندي ان انا وانتي قاعده بتتكلمي انا عايز دلوقتي حاجه اسالها سؤال في الحته دي بس خليني احاول اخد شويه اسئله من اللي قلتيهم. Managing graduate program اعتقد لاي حد recent graduate انه يدخل graduate program دي تبقى فعلا نقدر نقول عليها life changing experience. Yes. To design a graduate program and you manage it. قول لنا الاول شايفاها قد ايه كان beneficial اصلا فكره graduate program لانه ناس كتير من الاتش ار سامعين ان دي حاجه بيعملوها ال very very big corporates يعني اوراسكوم بي ان جي يونيليفر جاينتس. لكن هعملها بقى وانا ستارت اب، هعملها وانا سمول كومباني، هعملها وانا كوربريت. فيها وقت لوكال كوربريتس ما بتعملهاش very very recent بدأوا يعملوها. ادينا your advice هنا how do you see these kind of graduate programs؟ يعني انا وانت بتتكلم دلوقتي لما سالتني على how do you see it I just جه في دماغي دلوقتي where are these graduates في حياتهم دلوقتي. majority of them بجد are working in Dublin in the UAE. Nice. بجد ف it is in extremely multinational companies in very good positions. ف is it beneficial? It's 100% beneficial لل two parties. للشركة وللموظف. Yes. للشركة عشان أولاً it is a free, it's not free بس هو أنت بتبني young talent. وخلينا متفقين إنه ال young talent دول especially with Gen Z getting in وكل الحاجات اللي بتحصل they are going to be your biggest ROI قدام. فحتى لو ما كملوش معاك هم still brand ambassadors ليك وهم still they're building up your brand. فهو it is very beneficial للشركة وأرخص to begin with in the time for the time being. للموظف أو للcandidate
هو it's an experience زي ما تقول life changing. انت بتخش شركه وبيلففوك usually بيبقى rotational program Yes. فبيلففوك على كذا department بيبقى فيه structure of انت milestones بتعدي بيها ايه learning الكي learnings اللي لازم تطلع منها من كل department. Yes. وكل department بيتعمل لك evaluation وبعد كده بتخلص فموست probably بعد ما بتخلص بيتعمل لك الفول evaluation بتاعك وبيبقى عندك full time placement. عايزه اقول لك ان حتى الناس اللي were not fully time placed back then in IBM كانوا بيبقى عندهم offers موجوده من شركات تانية. من شركات تانية Yes. لان هم خدوا من هنا وخدوا من هنا. Yes. فهم كنز. بس هنا السؤال على طول هيجي لو حد HR مش عندهم في الشركه graduate program صعب طبعا. سنتين زي ما انت قلتي روتيشن فانا محتاجه الاين مع كميه internal stakeholders كتير قوي. It's very hectic. Yes. ممكن تبقى مفيده بس هي صعبه. ايوه. هل دخلتي في الحته بتاعت الديزاين وازاي نقدر نعملها علشان اصل الالاينمنت دي صعب فهاو دو يو دو ات؟ بص honestly speaking في شركه كبيره زي IBM ده بيجي لنا من الجلوبال تيم. يس. I did it on a smaller scale وما كانش العدد ده اوكي. وعملناها actually وكانت حاجه من الحاجات اللي انا كنت I was part of it قبل ما امشي من نون. نايس. وكانت بس كانت على عدد اقل. اوكي. and we did get the stakeholders buy in من certain departments. اوكي. وبدأنا نعمل الديزاين بتاعهم Nice. وعملنا الاسسمنت بالكيس ستادي بكل الحاجات دي. نايس. وبدأوا يدخلوا وعملوا روتيشن بس ما كانتش على 2 years كانت على سنة واحدة عشان Okay. again السكيل بيختلف طبعاً. والسرعة بتاعت الاي كوميرس صح. مختلفة تماما. صح. بس so far ما قعدتش عشان اعرف كانت Yes, ايه بس yes. يعني it was building it كانت very exciting بصراحة. نايس نايس. Yeah. وشايفه انه هل do you recommend it لكل احجام الشركات ولا في حاجه معين هينفع معاه this kind of structure؟ مش شايفة يعني ردا سريعا للسؤال مش شايفة ان في شركة ممكن ما ينفعش معاها الا لو هي very very at the early stages. لانه at the early stages محدش فاضي يعلمك وبيبقى بجد عايز plug and play. بس I think انه للشركات اللي هم still SMEs بس بدأوا يبقوا في certain departments في at least 2 in every department. I don't think it's a bad idea ان انت تجيب at least one graduate وتلففه حواليك and he will have a placement at the end لان انت هتبقى Yes. محتاجه كده. Yes. فهيبقى عارف ال ins and outs of your company. اوكي. فيعني I حلو. think it's beneficial يعني. طيب انا هسأل اخر سؤال بعد كده ندخل في الامباثي. يلا. managing talent acquisition in different countries in different cities وفي النص قلتي China قلتي South Africa. Yes. how do you do it؟ أول بروجكت جالي في ALJ كانت في تشاينا وكان أول مرة في حياتي China دي بالنسبة لأي حد بلاك بوكس. ف I actually studied. اوكي. كنت عايزة أفهم هم مين. اوكي. How do I speak to them? How do I talk to them? And so same for South Africa, same for other countries I handled. How do I do it? بتبقى الحلو فيها project based فانت at the end of the day انت عندك delivery of headcounts معينة. Okay. With the support of local teams هناك. Okay. They help you not with the sourcing انت اللي بتعمل sourcing وانت اللي بتعمل initial interviews بس they help you with how do you breaking the barriers. يديك ال ins and outs كده of ال culture ال look and feel of the conversation بتبقى ماشية ازاي. بس it is يعني China is an extremely competitive market. It's an extremely fast-paced market. يعني أنت لو رايح مثلاً جامعات ومعكش offer placement in hand أنت already أنت what are you coming here for؟ offer. يعني تعمل interview للcandidate وتديله الأوفر. Yes it's that fast. لو مش عامل كده you're not well prepared بالنسبة لهم. أنت why are you here? Why are you wasting my time? I have other offers lined up. Oh. Yes. إذا نفسنا نطبق ده في مصر. It's that fast. It's remarkably fast. فدي كانت one of the lessons I learned إنه أنت you need to be super agile in your process و you need to have definitely you need to have a global process بس دايما I like to call it global with a local flavor. اعمل شوية tweaks كده لكل بلد أنت بتروحها والأس ال A هيختلف وطريقة الدليفري هتختلف عشان تبقى أنت competitive في السوق اللي أنت داخله ده. Yes. وده ياخدني على طول للتوبيك empathy. Yes. ده empathy على Chinese people على South African people. How أولاً تعالى نتكلم أول في definition. Yeah.
what's empathy و empathy in recruitment تقصدي بيها ايه والتوبيك ده يعني ايه لو حد بيسمع انتوا بتقولوا ايه اصلا؟ خليني ارد عليك سؤال تاني او اسالك الاول، ما زهقتش من الاي اي؟ مش ما زهقتش هو كده كده احنا لسه ما اخدناش منه كل حاجه، بس كنت قاعده كده مره انا حسيت ان انا حاسه باوفرwhelmness رهيب. انا كنت لسه هقول لك هو الشعور الاساسي overwhelming بجد AI automation. فحسيت هو اوكي جايز كان وي جاست كول داون، اهدوا بس شويه، احنا بني ادمين وكده كده انا مش ضد ان احنا نفضل نبقى ماشيين مع انت لو ما مشيتش مع اللي بيحصل انت هيروح عليك هتداس 100%. بس لازم I don't want to sound cliché بس it is cliché not to lose yourself in the process. فاهم؟ ف ليه التوبيك ده؟ عشان حسيت ان انا طب انا زهقت، يعني انا محتاجه افهم اوكي I am with AI انا و ChatGPT we're best friends بس انا still بني ادمه وChatGPT مش هيعرف so far لحد دلوقتي مش هيعرف يبقى عنده التاتش اوف البني ادمه ياسمين. ف this is where حسيت انه طيب in a world where كل يوم الناس طالعه بتتكلم عن البروجرامينج والكودينج وكده، احنا فين كبني ادمين؟ what are we doing كبني ادمين؟ ف that's where empathy came in. Okay. Said by a person who decided consciously that I will not become a technical recruiter. I'm not a technical your conscious decision. 100% conscious decision. I'll not be a tech recruiter. Never. Okay. Or nothing against tech recruiters. عبقرة. Yes. Again, it goes with the persona that I have created for myself. I understand tech بس ما بحبش tech. Okay. I decided not to be a tech recruiter. Okay. وبحس إنه being a business recruiter still requires a lot of skills that are underestimated in so many areas يعني. بس why empathy again؟ عشان إحنا محتاجين نفتكر دايما إن إحنا بني آدمين بنشتغل مع بني آدمين عشان نساعد بعض. أنا عايزك توصل للشغلانة دي عشان أقفلها وأنت عايز الشغلانة دي. It's a mutual transaction. لا وده بيرفلكت اللي انت قلتيه في الانترودكشن اللي هو انا اخترت اشتغل HR عشان عايز اشتغل مع ناس واساعد ناس. احنا بننسى قوي، الريكروترز بينسوا قوي، ودي حاجه بجد بتوجع لي قلبي، انه انت مش جاي تفيل بيبرز ولا جاي تجيب ناس وتعينهم، انت بجد you're changing people's life. عايز اقول لك حاجه حصلت معايا النهارده كنت اكشلي بعمل اكزيت انترفيو. والواحده حبيبتي قوي في الشركه هي خطيره فهي جالها a very very good offer فانا بالنسبه لي you should go. بس هل في اي حاجه تانية كانت مأثره السنه انك تاخدي القرار كده جود اوفر؟ فقالت لي على حاجه شبه اللي انت قلتيها قوي، انه احنا كنت بحس ان في فايبس جوه الشركه جوه اي كارير، انه احنا عندنا فاليو اسمها الفاليو، هي اسمها كده ان احنا want to create impact. فبتقول لي فكره ان احنا نبقى شغالين عشان بنأثر في حياه الناس ونساعدهم انهم يشتغلوا، دي كانت حته كده اميزنج بالنسبه لي. قالت لي اول لما ابتدى يبقى في تيم جديد وابتدى بالنسبه له انه الموضوع KPI، فهي حست انه احنا ابتدينا نلوست نلوز الفاليو والامباثي بتاعت انا بساعدك مش I'm making this call عشان انت رقم محتاجه احققه. فانا it resonates دلوقتي معايا اللي هو تصدق اول لما هنفقد دي في ناس حتى نفسها تحس انه we lost the value. وبعدين لما الريكروت وبعدين بتقدر انت ككانديديت قاعد on the other side تحس قوي بالريكروت اللي بيكلمك باشا انا عايزه اقفل الشغلانه ما تطلعش عيني، ولا حد تاني هو actually genuinely cares وفاهم انه يعني انا النهارده actually هحكي لك قصه كده. اختي كانت قاعده بتقول لي انا الانترن بتاعي مشي وام هايرنج وانترفيوينج، انت بجد ازاي قادره تستحملي الانترفيوز؟ it's a very boring experience. قلت لها سبحان الله from my end I see it as بجد it's a chance ان انا بقابل بني ادمين جداد every single day. Can you imagine how exciting that is؟ ان انت قاعد بتسمع عن ناس قصصهم عمرنا ما تقابلنا وانت قاعد في position where you're actually taking in information. It's insane. How can someone find it boring? بس do you reflect ده انه related with your own personality as an extrovert person? I believe so. بس برضو مش كل extroverts can listen. I think
I think I like to listen. مم. وعندي فكرة انه احساس ان انا بحب احس ان انا عامله لك امباكت في حياتك. مم. فدي جايه بقى من فكره ان انا الاخت الكبيره برضو فبقى عايزه اساعد. فهي دي Nice. وامباثي زادت قوي when I became a mom. When I was not when I became a mom, when I was in need to change jobs because I was a mom. هنا حصل Okay. الشيفت بجد، حصل الشيفت of perspective. عرفت قد ايه احساس ان انت تبقى trapped can kill you. مم. فحسيت هنا الامباثي ليفل هنا بقى بدا عندي يزيد قوي، حتى بقيت بتريق ساعات بكتب على لينكدين انا بقيت طيبه قوي. يعني الامباثي بدات تزيد ان انا you're not just looking for a job, you're looking for a chance. مم. if you're a recruiter who don't understand this, what are you doing؟ مم. بس Nice. طب can you give us examples على empathy في الريكروتمنت بتبان ازاي؟ لان ممكن حد دلوقتي يسمع ماشي يا جماعه انا هحط نفسي مكان اللي قدامي بس ايوه ايه بقى؟ اعمل ايه؟ في حاجات كتير قوي ممكن تعملها. في حاجات تعملها كامباثي او to show empathy للكانديديت، مم. وفي حاجات تقدر تعملها to embed empathy في الهايرنج بروسيس بتاعك. حلو ده. فيبقى الهايرنج بروسيس بتاعك is moving towards an empathetic direction. مم. طيب نبداها للكانديديت. تعمل ايه للكانديديت؟ اولا احنا بقينا عايشين في عصر اوتوميشن وكل حاجه بقت سهله. the way you outreach to candidate please ما تبعتش ايميل تمبلت. طبعا تمبلت اوتوميشن is 100%، بس you can Yes. follow up ب WhatsApp message او an email. How was your interview? Did you enjoy your interview? How was your experience? وده مش السيرفي، مش الكانديديت اكسبيرينس سيرفي. ده it's a personalized outreach email انا ياسمين ببعته للكانديديتس بتوعي عشان اعرف هم how was their experience. بجد ساعات كتير بعد ما بيخلصوا الانترفيو مع الهايرنج مانجرز بدخل اقول لهم على الواتساب how was your experience? Did you enjoy your talk? That's one thing. Second thing is دايما حطوا سؤال why is this job important for you? Why? Okay. انت مش ليه، مش why do you need this job? Why is it important for you? هتفرق معاك في ايه؟ and what motivates you؟ عشان دي هتفرق معاك لقدام لما انت تبقى في شركه التالنت اكوزيشن تيم بيتكلم مع التالنت مانجمنت تيم بيتكلم مع الكومبلمنت تيم. لما تاخد الانبوتس بتاعت الكانديديتس what motivates you، فيقول لك مثلا كارير باث روح لل L&D، هاي باكج روح للكومبلمنت، ويلنس روح للكالتشر. فانت بتغذي التيمز الثانيه بتاعتك to retain talent. فانت هنا مش بتصلها بس ان انا are you the right fit or not، لا انا كمان عايز اشوف How your to keep retention you. and your growth طبعاً. جوه هيبقى عامل ازاي، لانه your motivation would be different. بالظبط. ده حلو قوي. فده معناه you might change، مش عايز اقول الباكج بس it reflects اكيد على البنفيتس والباكج اللي هتديها للناس. at the end of the day خلينا واقعيين انه الباكج is a standard package. Yes. بس again احنا عندنا strategy في ALJ اسمها Kaizen which is basically means continuous improvement. Yes. فانت دايما بتغذي بمعلومات عشان to continuously improve البروسيس بتاعك. I'm impressed and they used Kaizen is a Japanese very well known methodology. Japanese terminology usually used in manufacturing. We use it. So you start to use it. It's in our DNA. Nice. It's in our DNA. back again للسؤال how to be more empathetic. عندك الأسئلة دي خد أنت كريكروتر خد emotional intelligence courses. Learn how to read body language. Learn how to read cues of emotional intelligence. للhiring managers be more empathetic للhiring managers إنك تسأله what does a good profile mean to you. طبعا في recruiters بيفتكروا إن السؤال ده عشان source better. No, it's not just that. It's important عشان تحسس hiring managers إنه that you care. بالظبط. I want to help you. I feel your pain. يا جماعة ده بجد مش كلام customer service، هو ده بجد it's science and it's proven by so many studies. طيب خليني هنا أتأكد من فهمي. فأنا كده عملت حاجة ليها علاقة بالكانديديتس، بالأسئلة اللي بسألها للكانديديت، بالهايرنج مانجر، إيه تاني؟ بأنت كريكروتر نفسك how to upskill yourself. كايموشن انتليجنس. و how to embed it بقى في البروسيس بتاعك. ازاي يبقى في حاجات موجودة انت حاططها في البروسيس ويبقى KPIs ليك عشان تبقى more empathetic. في زي ما احنا عاملين stages في البروسيس زي sourcing, screening, TA interview كذا كذا. بعد الفيرست انترفيو بعد الهايرنج مانجر بيبقى في حاجة اسمها candidate care stage.
What's a candidate care stage؟ هو basically انت كريكروتر مطلوب منك زي ما انت مطلوب منك ان انت ترفع سماعة التليفون وتعمل screening، مطلوب منك انك تدخل للكانديديت دول literally check in how is it going with them through this process. مش بس how is their experience. بيبقى في حاجة اسمها semi أو يعني تقدر تقول candidate experience check in mid process. ففي أسئلة بنحطها عشان نعرف مثلا how was your experience so far, how were the interviews and the technical interview, where you felt at any point إنك حسيت إنه في حد was offending you or anything. فده بيبقى candidate care. وساعات بيعملوها in a less formal way، بتبقى بس outreach message. We're here, we're checking on you, we're being transparent. البروسس لسه شغال. We're meeting other candidates. فهو محطوط عشان انت لو ناسي to not ghost the candidates من الآخر. It's a stage in the process to not ghost your candidates. حاجة كمان في البروسس بتاعك تحط frequently asked questions. ايه الأسئلة اللي ممكن candidate anxious candidate يسألها، فتبقى حاططها في الكارير بيج بتاعك عشان يعرفوا ردود. لو انا ما جاليش رد في خلال 3 أسابيع اعمل ايه؟ لو انا عايزه اوصل لحد من 3 acquisition مين اللي available؟ لو انا rejected can I get a specific feedback؟ اسئله تطمن الكانديديت. بس اللي قلتيه انا مبسوط بيه قوي، بس حاسه مش قوي الاوفرويلمنج. احنا جلوبالي اني ادي فيدباك للكانديديت على هيز هايرنج بروسيس كانت حاجه جلوبالي صعبه. yes true. بس what you are saying غير ان هي خطيره من ناحيه الامباثي، كان اكسبيرينس تحفه طبعا بس هل بقى الريكروترز بيحسوا انه يا ياسمين this too much؟ it is too much. اللي عجبتني دي it is too much. بس again انت بتكلم let's say 100 candidate في الفانل بتاعك وبيقعدوا يقلوا اللي هيوصلوا للكانديديت كير ستيج اوكي قليلين like 20% مثلا or less، واللي هيوصلوا للاخر اقل. اوكي فانت فكير بقى بدول لو انت ما عندكش الكاباسيتي which is normal انك تكير بالكبير، كير على الاقل وعندك الاوتوميشن يكير على الكبير. ف you can add the frequently asked questions دي for everyone to read and to access. وفي كمان حاجه مهمه قوي بننساها دايما اللي هي how to reject candidates. I am all in في automated rejection emails. بس if a candidate reaches out directly to you to ask and seek feedback, make it your يعني شغلتك انك تديله الفيدباك ده. وفي شركات اعرفها حطت ان هم one of the KPIs the recruiters giving feedback to candidates, giving specific feedback to candidates who seek the feedback and how they test it through an automated email. انه الكانديديت لما بيبعت حاجه على ATS بيرفلكت عنها you can get to know if the candidate received the feedback ولا لا. Nice. That's it. You can embed empathy. At the end of the day أي حاجة emotional you can test it. بس with empathy you can test it for candidate experience, you can test it for retention, you can test it في حاجات كتير قوي. نايس. أنا مبسوط. جربتي تطبقي ده فولي؟ بطبقه بس مش بطبقه candidate care process again. احنا عشان شركة كبيرة قوي ف it's very hard to embed it. بس كياسمين أنا بطبقه من ساعة ما بدأت أبقى I ghost candidates عشان بس أنا متأكدة إن في ناس فاكرين إن إحنا we ghost وما بنردش ما بنساعدش على القصد. بس I try دلوقتي to be consciously empathetic. في فرق. سنين عمري مثلا الأول ما بدأت كنت ببقى empathetic عشان أنت بتحاول تساعد. بس when you're consciously empathetic لا أنا بعمل. عشان كده أنت خليتيها try to embed في البروسيس نفسه عشان تفكر نفسك. لما تحط في البروسيس بتاعك sourcing كذا كذا candidate care stage I need to check in على 1 2 3 I need to send the feedback بتاع 1 2 3 فهيبقى part of your KPIs فهيبقى automatically خلاص اتحط and then you will later on embedded بقى في candidate experience survey فهتبدأ تجاتher data فالداتا هترفلكت على زي ما قلنا department style يعني تريكي يلا بس في النص وده منطقي. احنا humans فاحنا بنكون impressions بيبقى عندنا bias. كنت عارفه انك هتستغل فعايزه ريفلكتد بقى في حته ثانيه خالص للكانديديتس مش كانديديتس للاتش ار بروفيشنالز. يس الموضوع كمان بيرفلكت عليا شخصيا انه انا اتش ار وبقدم على شغل البروفيشنسي بتاعتي من انجلش لبسي
presentability النولج الاكسبوجر النتورك كل ده بيكون عني impression. طبعا وانا اوقات بحس ان اوقات كتير ناس من HR لو راح شركه كبيره خلاص تمام انا تمام، بس في ناس تانية فعلا تالنت جدا بس في حفره. وانت كمان بقى عندك حته البيرسونال براندنج بيرسونالي بتعمليها كده. Yeah. ممكن تقول لنا ازاي انا ك HR اظهر ماي اون بيرسونال براند صح؟ لانه في الاخر في امبريشن وفي بايس في الكلام اللي احنا قلناه ده، اعمل ايه؟ سؤال تريكي فعلا. لان عارفه اوقات وبالذات عارفه على طول ترفلكت في الكالتشر فيتنس 100%. كالتشر فيت على فكره انا بكره الكلمه دي قوي. ايه ده؟ طب تعالى نبدا بيها الاول. بكرهها قوي. عارف ليه؟ عشان لما hiring manager يقول لي the candidate is not culture fit ببقى نفسي اقول له you're a discriminator. هي كده. يعني ايه culture fit؟ What's your culture؟ لا بس ثانك يو انت قلتي كلمه الاتش ار. انا الاتش ار. ثانك يو لان الناحيه الثانيه هو لو الكانديديت سمع اصل انت مش كالتشر فيت انا ايه وانا مالي فيه انا في ايه ومره حصلت لي and that was a slap on my face. مره ودي بص انا اللي انا بحبه في شغلي قوي ان احنا مواقفنا اللي بتعلمنا مع ناس فالرده بتبقى wake up call. فاهم قصدي؟ فلما مره جالي فيدباك انه he's not culture fit رحت قلت له سوري معلش ما قلتهاش طبعا بس I used كلمه culture fit and ساعتها candidate was very يعني we're friends actually till now. he told me هو يعني ايه culture fit يا ياسمين؟ هو انا فيها ايه غلط؟ ما انا شبهكم. نقف بقى يعني ايه شبهنا؟ وبعدين ارجع بقى طب ما احنا لو عيننا ناس شبهنا يبقى احنا مش diverse. طب احنا مش inclusive. طب انتوا عايزين ايه بقى؟ انتوا بالظبط والله العظيم بالظبط. بس انت مش ملاحظ حاجه ان الكالتشر فيت دي كلمه طلعت بابل واختفت تاني بدات تقل قوي عشان ايه اللي طلع بدلها D&I diversity and inclusion دلوقتي بقى دي المور ترند. بالظبط. فانا عشان كده كلمه كالتشر فيت دي بالنسبه لي is come and go. It does not exist because any reputable culture should have كلمه respect or should have inclusion. If it has inclusion then don't come and tell me he's not culture fit إلا لو he has an attitude problem. وده منطقي وده حقك. ده حلوة دي. ما تقوليش attitude لا مشكلة. attitude عندك mindset انت ابو العريف ومش عايز تتعلم لا سوري ساعتها انت مش culture fit بتاعتنا. لان احنا الculture بتاعتنا is ongoing learning. احنا we empower people. انت very resistant وكده. that I would understand. واجين هتبقى supported by answers and facts from the interviews. ده على الكالتشر فيت. ازاي بقى ك HR؟ لانه السؤال هنا مش معناه مش عكس بقى كلمه انه مش لا كالتشر فيتنس مش هي الازمه بس وكلاك من فرونج. لا ما هو هو presenting yourself. طبعا presenting myself اكيد يا جماعه هتفرق. جماعه اصل بص ومش قصدي خالص discrimination. انا اسفه انا مش عارفه الناس بجد يا رب الناس ما تكرهنيش بقى الحلقه. المظاهر بتفرق ولا لا؟ جدا صراحه. Do you judge a book by its cover ولا لا؟ I judge a book by its cover ولا لا؟ yes 100% طبعا. احنا ده اول حاجه بنشوفها. احنا اتربينا على كلام على الورق. هو انت لو ماشي في بوك ستور ولقيت كتاب البوك بتاعه الكفر بتاعه ممل او التايتل بتاعه ممل مش مفيش عليه الارت وورك مش حلو مش عليه ريفيوز مش مكتوب حاجه مش مكتوب نيويورك بيست سيلر. كنت عايز اقول لك ده هو اول بس نيويورك بيست سيلر هنروح نشوفها بالظبط. يبقى المظاهر بتفرق جدا. فنرجع لردك HR او غير HR for any professional who wants to be part of and successful لازم يا جماعه نحط وقت ومجهود في تكوين مش مظهرنا. انا مش بتكلم على الشكل انا بتكلم على تكوين البروفيشنال بيرسونا. خلينا نقول كده بروفيشنال بيرسونا. انت عايز الناس تعرفك ازاي في السوق. عايزين لما يتقال اسم فلان يقول ده اشتغل على نفسه جدا ده اخد كورسز كذا 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 ما عندوش experience بس الولد ده دماغه نظيفه. This is how you present yourself. Yes. لكن لما تيجي حضرتك طالع متخرج من جامعه مش عارف تتكلم انجلش مش عارف تكتب ايميل وما خدتش وقت ولا مجهود او سعيت انك تشتغل على نفسك I'm so sorry. اعينك ليه؟ اديك تشانس ليه وانت ما اديتش لنفسك تشانس؟
ف انت ما عملتش الافورت ما عملتش المينيمم بير. المينيمم بير بتاع الكانديديت او اي حد متخرج انه يبقى في تشيك بوكسز كده. اخد انترنشيبس، عمل ستودنت اكتيفيتيز، عنده لانجويج تانية. ومش بقلل من أهمية العربي، بس صح. احنا عايشين في عالم مفتوح. ما ينفعش نبقى في 2025 وعندنا ناس مش بيعرفوا يتكلموا، مش يتكلموا fluid. express yourself in English. يس احنا طب عادي. لا انت حتى قلتها لي قبل ما نطلع حلقه، تشاينا بقى بالنسبه لهم الانجليش، وتشاينا كان بالنسبه لهم It's a احنا فيها bubble. نفسنا. دلوقتي تعالى شوفهم، كل اليونج جنريشن they speak English تحفة. و if they don't بعد ما اتخرجوا راحوا درسوا English عشان خلاص it's a fact. Yes. We live in an open world. Yes. ما ينفعش. فانت لو ما عملتش المينيمم بير على نفسك why are you expecting الشركة انها تيجي وتصدق فيك و believe in you؟ ليه؟ انت عملت ايه؟ فك HR او مش ك HR، لو انت عايز تشتغل في HR وما درستش HR، روح اعمل يعني بيجي لي سؤال كتير قوي، ايه احسن كورس اخده ال HR؟ حلو، ايه ده سؤال عايز اساله. ممكن اسال، ممكن ارد على رد سخيف قوي. ما تروح تسال، ما تروح تعمل ريسيرش. ما هو احسن كورس بالنسبه لي ممكن يبقى اوحش كورس بالنسبه لك. انا مش قصدي ابقى سخيفه، بس الاكسبيرينس بتاعت الكانديديتس بتاعت البني ادمين مختلفه. انا ممكن اقول لك انا اخدت الكورس الفلاني وعجبني عشان 1 2 3 4، وفي كورسز 5 6 7. روح انت بقى do your homework. ريسيرش اسال الناس، ادخل على الانستيتيوتس دي، كلمهم، قول لهم. فلو انت عايز تبقى في HR ادخل اعمل ريسيرش، اعرف ايه الكورسز اللي انت محتاجها، ادخل اعمل انترنشيب. حتى لو بتعمل كارير شيفت، بيجي لي ناس كتير قوي عماله تعمل كارير شيفت وعايز تدخل HR. لو انت عايز تعمل كارير شيفت وعندك استعداد انك تبدا من الصفر، خش اعمل انترنشيب، خش اعمل جوب شادوينج. بجد هتوصل للناس ازاي؟ روح ايفنتس. انا كنت بروح ايفنتس في الاول، هاي انا ياسمين الشيخ شغاله ريكروتمنت بس مش عايزه حاجه، بس عايزه اعرفك بنفسي وعايزه نعمل نتورك. فانفست ان يور نتورك. نايس. وان يور سكيلز، سوفت سكيلز قبل التكنيكال سكيلز، لان التكنيكال سكيلز انت كده كده هتاخدها في الشغلانه. اوكي. لكن السوفت سكيلز دي لو انت مش جاي لي بيها وما عرفتش تقنعني بنفسك، هعمل ايه؟ هساعدك ازاي؟ نايس. انا مسؤول عن تالنت اكوزيشن، بس انا بهاير من هنا الناس اللي احنا بتخرج من هنا. ليه؟ توكسيك انفايرمنت، والكالتشر مش احسن حاجه، والناس بتبيرن اوت، والناس بحاجات كتير بقى. فاول حاجه خليني اتكلم اصلا عن فكره التوكسيك انفايرمنت، ايه الديفينيشن وليه كمان ابتدت تظهر كتير في الفترات الاخيره، او ابتدى يبقى التوبيك اصلا الناس بتتكلم عنه. فاصلا ايه اللي بيقول ان دي توكسيك انفايرمنت؟ واحكي لنا كده من تجارب بقى سمعتيها، عشتيها، شفتيها، كلنا بنمر بالحاجات. عارف لما بطنك بتقفش؟ والله ايه السهوله في الله. ايه الوصف ده؟ لا صح. لا. يعني ايه toxic environment؟ toxic environment is the place، وده مش book definition، ده life ياسمين's definition. is a place where it makes you doubt yourself and doubt your capability. Yes. في فرق من الامبوستر syndrome if am I good enough of ان انت you know ان انت you have something to offer، وسؤال of انا بعمل ايه غلط، انا ليه فاشلة، هو ايه اللي هو في حاجة غلط بتحصل، هو انا السبب. بالظبط زي كأنها يعني a toxic relation. انت you're always blaming yourself and you're always doubting yourself. A toxic environment is a place where there's no transparency, a lot of closed doors discussions, a lot of favoritism للأسف, conscious bias وانت ماشي ببجاحة غير عادية. فكل ده narrow it down to it will make you doubt yourself and your capabilities. This is a toxic environment. المكان اللي انت بتتأكد انك مش هتعرف تكبر فيه، ومهما اشتغلت وعافرت انت بتعافر عشان تبقى واقف. ما عندكش احساس بالجوب سيكيورتي، there is no trust. دي كلها حاجات تحت التوكسيك انفايرمنت. ليه زادت قوي ايامنا دي؟ عشان بقى في بيرن اوت زاد كتير قوي، بقى في استغلال قوي للاسف من امبلويرز، وبقى في ستارت ابس كتير قوي، فبقى في توكسيك انفايرمنتس كتير قوي. not that I'm against startups، بس مع الستارت ابس بيجي البيرن اوت.
فاول ما الموظف بيبقى بيرد اوت بيبدا يقول هو في ايه ده، هو ايه اللي بيحصل. مع الستارت ابس في صغيرين قوي بقوا ماسكين leadership Titles. positions. وبجد هنا نقف ثانيه ونقول انه people man في IBM كان في حاجه مهمه قوي وحلوه قوي ما بشوفهاش في شركات كتير. في people manager، في manager. You could be on the same level. انا وانت same work level, but you're a people or same title. You're tagged as a people manager and I'm not. Why? Because you passed the people manager assessment. اوه ليه؟ عشان لما تبقى مسؤول عن تيم وعن ناس، والناس دي كتير قوي بتنسى، انت مسؤول عن كل حاجة فيهم، المحيط الشخصي والغير شخصي. انت هتبقى سبب ان بنت تدخل تعيط في الحمام، او بنت او راجل يبقى ضارب بوز في مراته وفي وش مراته. فليه؟ ف because of immaturity levels and lack of experience and the bust of startups، فبقى في مديرين غير مهيئين ان هم يبقوا مديرين، فبقى في ناس شغاله تحت ناس بيأذوهم emotionally professionally، فكله بقى بينزل على التوكسيك environment دي. فدي التوكسيك environment. طب لو انا بقى تالنت اكوزيشن وموجود دلوقتي في توكسيك انفايرمنت اعمل ايه؟ خلينا هقسم السؤال ده 2 جزئين. جزء انت talent acquisition، فانت جزء من المنظومه. شغلتك انك تجيب ناس. لو انت عارف انها toxic environment، هنا بقى انا هقف وهسألك سؤال ethical. كنت سؤالي دي في حته هنا ethical دايلاما رهيبة. صعبه. رهيبة. هبيع لك البيع واضحك عليك واخليك تدي عليا في يوم من الايام، ولا مش هعمل شغلتي وابقى فلوس اللي انا باخدها دي حرام؟ ايه ده؟ انت فاجئتيني بسؤال. وانا السؤال ده مش هتكسف خالص واقول ان انا ما عنديش رد عليه، لان انا at some point اتحطيت في الموقف ده في حياتي in my professional career, but I was lucky enough that I had the privilege to take a gap. I took a gap when I could. الناس اللي في مكانهم انا طبعا I'm assuming ان هم بيجيبوا الناس عشان ده اكل عيشهم، عشان they need the job, و it doesn't make them a bad person عشان هم مش سبب of toxicity. بتروح للسبب الرئيسي بقى ان هو بتبقى دايما راس المنظومه وبتتكاسكيد بقى. هو لما يبقى البيج بوس is not giving respect to his people, how else are we expecting in the managers to give respect للتيم؟ لو البيج بوس ما بيعملش performance management وبيدي feedback في الانترفيوز وبيfollow the procedures وبيعمل interviews properly, how are you expecting الناس كلها تطبق؟ فهي خلاص هو فاهم قصدي؟ صح. بس جينزي my love, حبايب قلبي. I love them. لا I love them. بجد؟ I love برافو. them. حلو. انا احب اسمع اراء مختلفه كده عن الجنريشن الجميل ده. النهارده دول تاك سافي، صراع، opinionated موت. ايه بقى؟ تعملي ايه في الهايرنج بتاعهم؟ بصاحبه. لا هقول لك عجبني الجبت. بص في الهايرنج بتاعهم اولا احنا هقول لك ايه اللي كنا مثلا بنعمله في ALJ because it's a very old organization. بدأنا نعمل studies انه ايه الورك فورس بتاعنا متقسم ل which generations. لقينا ان الجين زي representation بتاعهم قليل بس بدأ يزيد. فبدأنا نعمل tailored programs for them. الهايرنج بتاعهم مختلف ازاي؟ If you're hiring for a Gen Z, basically it will be a junior role, a mid. الجوب ad بيبقى مختلف. ساعات بيبقى عندك ال capabilities أو ال chance إنك تدي benefits مختلفة للجين Z. More flexibility, work from anywhere in the world for 30 days. حاجات كده بجد بتفرق معاهم لأن هم النهاردة they're not driven by the package. Not only the package, they're driven by أنت هتقدم لي إيه؟ انت كامبلوير هتديني ايه؟ هتديني كارير باث، هتديني flexibility، هتديني traveling. So shout out to this Gen Z girl I worked with in ALJ. She is remarkable. We are part of our graduate program. She traveled the world with ALJ because she was one of the super opinionated, super intellectual people. The way we hired her is different من أي طريقة تانية لأن أنت أولاً need to be very fast.
و you need to be very flexible في الهايرنج بتاعك، ولازم تبقى عارف ان انت هتقدم لهم ايه في الشغلانه دي، وهل هم لما يزهقوا من الشغلانه دي عشان هو chance is هم هيزهقوا، هل هتعرف تريلوكيت them في شغل تاني؟ هل شركتك اجايل كفايه ان انت تعرف تنقلهم، او مش لازم تريلوكيت لشغلانه، هل هتقدر عندك بروجكتس تديها لهم فتنميهم فيفضلوا معاك ولا لا؟ Gen Z is remarkable. انا ده في رايي بصراحه. نايس. وانتي بتتكلمي كده وانتي راميه في النص، حتى طريقه الجوب اد طبعا تختلف. طبعا تيك توك، انستجرام، تيك توك، سناب شات، ريفيرال بروجرام هتعمل ازاي، get your Gen Z friend وبتاع. اللي انا بقوله ده مش معناه ان انا بطبقه في ALJ، بس انا بشوفه في شركات. usually because again we are in an ecosystem of startups، فالستارت ابس عندهم chances اكبر بكتير ان هم اولا Gen Z driven 100%، وعندهم chances اكتر ان هم يبقوا flexible واجايل اكتر عن الكوربريتس. فالجوب دلوقتي هتلاقي ستارت ابس كتير قوي عاملين تيك توك اكونتس بتاعتهم. why? because this is where Gen Z is. as you go down with alpha generation soon هيبقى people are going back to Snapchat و God knows what application will come up. فانت you're driven by what the generation where the generation goes. فالناس بقت بتريفير people through TikTok، بقى عندهم application profiles through TikTok. يعني job ads مش حتى الجوب ads the way they're written، لما تيجي تكتبها حتى على LinkedIn they use LinkedIn. بس the way you write it and the slang وطريقة fun way to it should be different. You're not attracting، مع كامل احترامي ليا وليك، millennials. يعني شكرا. ايوه بالظبط. you're attracting a new. لا انا عايز اقول لك، انا اتفاجئت امبارح كنت بسكرول لقيت ان في شركات في مصر ابتدت تاخد ايدياز من بره حلوه، فيديوز ظريفه صايعه كاتشي. طبعا ده بيأتراكت طبعا جين زي. طبعا اكشلي ابتدى اتراكت انتوا لزاز على فكره. احنا عايزين نبقى شبهكم. ايوه بس لانه you can't stay فكره حتى الكوربريت بيرسونا شويه بشويه هتبدا الا في certain industries they have to keep the corporate persona. بس في الاندستريز الثانيه هتبدا تختفي شويه بشويه عشان جنزي هيبدا يزيد، فالبيرسونا بتاع جنزي هي اللي هتيك اوفر بالظبط. فغصبا عنك هتلاقي الجوب ادز بتتغير، الستيجز بتاعت الانترفيو بروسس هتتغير، the way interviews are done، case studies هترجع تاني عشان هما they want to show off their creativity and their savviness. نايس. ناخدك حته بيرسونال بقى شويه. ماشي. what's your coming personal goals upcoming الفتره الجايه ياسمين على المستوى الشخصي؟ تيك توك مكسر الدنيا الفتره الحاليه، ايه بقى what drives you؟ اوكي انا what drives me دلوقتي as we speak انه I want to do myself good. اوكي. يعني I want to do well لنفسي ولابني، فعايزه اطلع بره الكومفورت زون وابدا. انا حاسه بقول لكل اللي حواليا انه this is my era، مش عايزه ابان ان انا كده، بس there's so much that I want to do. I want to give more to give time to myself to take it easy بس to achieve more. What motivates me mainly دلوقتي ان انا to do well for myself. Okay. Nice. طيب شايفة انه البيرسونال براندنج ممكن يخليكي النهارده while you are doing lots of personally انت بتدي advice كتيرة كل شوية on LinkedIn on اوقات ده بيكون اكيد overwhelming، يجيلك كمية مسجز كتيرة، بحس بتأثير. فأول حاجة انت حاسة بالأثر على الناس، صح كده؟ لا مش الأثر، تقصير مني ان انا مش بقدر ساعات مش لاحقة ارد. طب مش ده اوقات بيبقى overwhelming؟ بيبقى overwhelming بس again it's part of maturity where you go like I'm trying to help. بص انا عايزة اتكلم اقول حاجة. I'm trying to help but I'm getting things in return. I'm doing it not selflessly. يعني احنا مش ملايكة. I'm not doing selflessly. I'm driven to support people بس in return of supporting people or giving advice ببقى محتاجة أحس بالدعم أو ببقى محتاجة أحس بالقبول. بحس بالتقصير تجاه الناس عشان ساعات ما بيبقاش عندي وقت. بحاول بس مش دايما. بفكر نفسي إنه
it's part of the process. احمد فتحي قالها عندك trust the process, so it's part of the process. yes. لو حد عايز يرجع لياسمين ياخد نصيحتها في حاجه، ايه اكتر حاجه ممكن نرجع فيها ناخد on a professional or personal؟ be yourself. be yourself. الأصوات اللي جوه والناس وانتي صوتك عالي، انتي very opinionated, you're so young, you're so fun. be yourself. you will go somewhere. nice. own it. بحب اسال دايما سؤال your story your insights. my story انا قلت لك. yes insights بقى، ايه اكتر حاجه لو رجع بيك الزمن كنت ممكن تغيريها او اتبسطتي بيها، حاجه عايزه تقوليها؟ انا كنت عارفه انك هتسال السؤال ده عشان انا ذاكرتك فقعدت وانا جايه في الطريق افكر ايه الانسايتس اللي انا بقولها. و I realized انه في اي بودكاست انا بعمله او اي حاجه بقول مش بحب اقول حاجتين. take it easy. على نفسك. على نفسي. انا كنت واخده الموضوع على اعصابي قوي وبشوف الفريش جرادويتس بياخدوا الموضوع على اعصابهم قوي، والناس اللي لسه بتبدا الكارير بتاعهم. not that it's not important, it's very important. بس لو انت بتعمل اللي عليك then take it easy. لو انت قاعد في بيتكم بتدلع ف take it easy و follow your intuition, follow your gut. okay. لما حاجة sounds off, leave. if a task looks unethical, get someone else's opinion. If a job sounds interesting and you want to go for it, go for it. Because if you feel like it, ده بالظبط اللي حصل لي. I followed my intuition والحمد لله يا ربي it led me to where I am here today. do that. نايس. ياسمين نورتيني وشرفتيني. انا انبسطت قوي بجد والله. يا رب ما كنتش طولت عليك. لا بالعكس، انا انت عارفه شفتي الاسئله كلها بره اللي احنا محضرينها. فبالعكس انا مبسوط بجد. ثانك يو. متاكد الناس سمعت حاجات جديده، انا بيرسي سمعت حاجات جديده. وكنت قاصد النهارده ناخد الاسئله الليفل المختلف، في عمق. حلو العمق كده. لا نورتيني وشرفتيني. انا كمان ميرسي اكتر. ثانك يو فور هافينج مي. يعني انا بجد نفسي يكون الناس، احنا بحاول على قد ما نقدر يبقى عندنا diversified topics، لكن انا كان فارق معايا التوبيك ده النهارده الناس تبدا تسمع عن الامباثي، ويبقى توبيك كده شويه مختلف، ويبقى فيه different discussion points that is unique وجديده. وبجد اتمنى ان كل حد يسمع ارجع بقى اقرا واعمل your own research على التوبيك ده، لانه لو خدت بالكم من الجزء اللي ليه علاقه بانه part of your own personal branding، الحاجات اللي انت بتتعلمها دي and how you reflect on وازاي بتريسيرش on وبتطور من نفسك. وده الهدف الكبير ان احنا نحاول نجيب جاست زي النهارده ياسمين تعلمنا حاجه جديده، واحنا بقى نبيلد on it، لانه this is just the start. فاتمنى ان انتم تكونوا انبسطتوا بالحلقه، ونشوفكم الحلقه الجايه.